the remix, baby. Wake me up. So wake me up. دائما نحن بنقول انه حراس المرمى اول المهاجمين واخر المدافعين، ونحن بنقول لاعب مرمى، اذا لازم الحارس هو اللي يبني الهجمه، ما يتاخر في بناء الهجمه، الكره لما بتكون بسيطه ما في داعي نعلم حراسنا تاخذها على الحضن وبعدين تفتح ايدها وبعدين تلعبها، هذا وقت بعالم الكره الحديثه ما بقى يحتاج هذا الشيء، مجرد اخذنا الكره من فوق دايركت صارت عمليه الهدي، لما عم بيحطها بالجول الصغير الحارس عم نعلمه ايضا دقة التمرير وسرعة التمرير وبناء الهجمة بأقصى سرعة ممكنة، مثل ما بنعلم الحارس بحالة الدفاع انه يختار دائما أقصر الطرق. حط ايدك جوا. طبعا من خلال التمرين يكون في روح وموده بين المدرب والمتدربين، ويكون في اخاء ويكون في كل شيء، فلهذا السبب عم نلعب ايس رايت وخلوني اوقف الجول بعد شوي. الله يستر. عم بوقفوني بس بيخسروا.